السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه كي دايره؟ الصحيحه؟ نتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا فيديو جديد نبداو ان شاء الله بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. فيديو جديد ووصفه جديده، هي وصفه من الارشيف. هو ماشي فيديو جديد، فيديو قديم. وصفة قديمة. المهم هو فيديو من الارشيف، من الوصفات ديال القناة القديمة، ولكن حبيت انني نشاركه معكم ونحطه معكم ان شاء الله اليوم في القناة لتعم الفائدة. وصفة ديال التمر غزالة ورائعة بمقادير بسيطة واقتصادية، واكيد راها كتخرج كمية لا بأس بها، ممكن أنها تنفعنا وتعاوننا في العيد أو لا في مائدة العيد. وهي من الحلويات العيد اللي الصراحة كتعجبني، وكنحاول أنني نكون حريصة أنها تكون ليا في المائدة ديال العيد، وهي الحلوى المعمرة بالتمر. نتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم، إلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق، ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت وجوج ديال البيضات كيف ما تشوفوا الكيسه اللي كنعبر بهم اللي هما ديال 200 مليلتر. عندي هنايا واحد الفاني وقبيصه ديال الملح وخماره ديال الحلوى. غادي نحتاج واحد 3 المعالق ديال النشا، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. كيف ما كتشوفوا راه المقادير بسيطه جدا. واحد المعلقه ديال الزبده كتبقى اختياريه. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الزيت او عفوا الزبده، هذه سنيده، وغادي نضيف عليها البيض، نضيف الفاني وديك القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك داك الزيت، وغادي نخلط كلشي مزيان. كنخلط الخليط ديالي مزيان، المهم حتى كينسجم لي، تنسجم داك الخليط وكينسجم مزيان. ومن بعد كنضيف ديك المعلقه ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا غير معلقه الزبده، واذا ما كانتش ممكن اننا نستغناو عليها، راه داك النشا حتى هو تيدير الخدمه ديالو مزيان. كنخلط كلشي وكنبدا ندخل ديك الزبده مع النشا، كندخلها في ديك يعني في الخليط ديالنا. كنخلطها مزيان حتى كتذوب، حتى ديك السنيده كتذوب لي مزيان في الخليط. من الاحسن انه ما يكونش عندنا تذوب لي سنيده باش تكون عندي الحلوه ان شاء الله زوينه كيف ما بغينا. وفي الاخير كنضيف الدقيق، وغادي نضيف الخماره. كنخلط العجينه ديالي، اولا كنعجن العجينه، هي ما خصهاش تعجن وانما غير بالريوس ديال الصبعان. كندخل الدقيق في العجين وصافي. من الاحسن اننا ما نعجنوش باش تبقى لينا الكيك اولا الحلوه ديالنا تبقى لنا هشيشه ورطبه وزوينه ان شاء الله. قد ما عجناها قد ما تطلق لنا العجينه الجلوتين، وقد ما كتولي لنا مطاطيه، ما كتبقاش عندنا العجينه اولا كتولي عندنا الحلوه ديالنا قاصحه. الا عجناها بزاف فهي كتقصح، فمن الاحسن اننا ما نعجنوش. مجرد اننا كندخلوا الخليط ديال اولا الدقيق كندخلوه في الخليط وصافي، باش نكونوا يعني عارفين بان العجينه ديالنا راها مزيانه. هو بحال الا غير كنطوي العجينه، ما تنحاولش انني نعجن، وانما بحال الا غير كنطوي العجينه وصافي. المهم كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجينه من الاحسن انه يكون خفيف، باش يكون عندنا القوام خفيف، باش العجينه ديالنا حتى هي تكون رطبه. ما نحاولوش اننا ندخلوا الطحين اكثر من القياس، انما غير القياس. كيف ما شفتوا المقادير ديال التمر اولا الحشوه ديالنا، غادي نحتاجوا شويه ديال التمر، وغادي نضيف عليها شويه ديال الكاوكاو. ممكن انكم تضيفوا عليها واحد المعلقه ديال الزهر، وممكن انكم تضيفوا عليها كذلك واحد المعلقه ديال الزبده، كتبقى على حسب المتوفر عندنا. المهم انا هنايا درت غير التمر والكاوكاو اولا الزنجلان، كتبقى على حسب الرغبه. كناخذ العجينه ديالي
ديك العجينه ديال التمر كنديرها حريبلات كيف ما كتشوفوا. وتنجيب العجينه كذلك حتى هي كنحاول انني نطلقها وندير في وسطها دوك الحريبلات هكاك ديال التمر، وكنجمع عليهم العجينه بطريقه سهله، ما غاديش نحتاجو فيها بزاف ديال الخدمه. المهم كيف ما كتشوفوا كنجيب العجينه كنحاول انني نسرحها على قد الحربول، ومن بعد كنضيف الحربول ديال التمر وكنجمع عليه العجينه ديالي. كيف ما قلت لكم العجينه من الاحسن اننا نخليوها هكاك خفيفه باش تبقى لينا هكاك فتيه وتعطينا النتيجه اللي بغينا تكون زوينه. كناخذ العجينه ديالي من بعد الموجدات وكنحاول انني نقطعها بحال هكا بشكل مائل، كتبقى على حسب الرغبه. ممكن اننا نرشموها بالمرشم داك المنقاش نرشمو عليها وصافي. المهم كندخلها للفران حتى كطيب على نار متوسطه. ملي كتخرج كنرش عليها كيف ما كتشوفوا السكر كلاصي. ممكن انكم ترشوه الا بغيتو ترشوه بحال هكا ما تزليناش كميه كبيره ديال السكر، وممكن انكم تمرمدوها في السكر كلاص، يعني كتحطوها في كميه كبيره ديال السكر وتديوها وتجيبوها هكا في السكر. المهم حتى كتلبس كامله بالسكر كلاصي. انا كنستغنى الصراحه على ديك الخطوه وكندير غير برش غير هكا بالصفايه. كنحاول انه داك السكر كلاصي يقيس لي الحبات كاملين وصافي. وهذا ما كان، هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى انها تعجبكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم لانني غادي نكون اكيد فرحانه بها. شاركوا الوصفه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. وعواشركم مبروك، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو طول العمر يا ربي. والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.